يمكن أكتر علاقة في حياتنا بنتعامل معاها على إنها مفهومة ومضمونة هي علاقة الأهل والأبناء. يمكن عشان بنفترض إن الحب فيها موجود تلقائي، فمش بناخد بالنا إن نفس الحب ده ممكن ينعكس، ممكن يتحبس، وممكن يطلع في شكل وجع من غير ما حد يقصد. ويمكن عشان كده ناس كتير قاعدة دلوقتي بتسمعني وحاسة إن في كلام اتقالها زمان ولسه عايش جواها. مش بتفتكره كل يوم، بس حاسة بتقله في اختياراتها، في خوفها، وفي طريقتها وهي بتتعامل مع نفسها. ومعاكم فاطمة عادل من لسه بتنفس، المكان اللي بحاول فيها اتكلم بصوت هادي عن الحاجات اللي اتكلمنا عنها زمان بصوت عالي او ما اتكلمناش عنها خالص، وبنرجع لها دلوقتي واحنا اكبر شوية، اهدى شوية، ومستعدين نفهم بدل ما نحاكم. خلينا نبدأ من نقطة يمكن محدش فينا بياخد باله منها، وهي ان الاهل في اغلب الوقت مش قاسيين ولا متحكمين زي ما احنا شايفينه. هما في الحقيقة خايفين، خوف قديم، خوف متوارث، خوف من عالم شايفينه أقسى مننا، ومن وجع مش هيعرفوا يصلحوه لو حصل، فبيمسكوا أكتر، يشدوا أكتر، يتحكموا أكتر، وهم فاكرين إن ده حب. ويمكن لو وقفنا قدام نفسنا بصدق وسألنا هل هم كانوا بيقصدوا يوجعونا؟ غالبا الإجابة لأ، هم كانوا بيحاولوا يحموا. بس المشكلة إن الحماية لما تزيد عن حدها بتخنق، وده اللي بيخلي ابن أو بنت قاعدين دلوقتي حاسين إنهم اتربطوا أكتر ما اتحضنوا. وهنا بقى السؤال اللي بيطلع في دماغ ناس كتير، طب واحنا ليه كبرنا حاسين إن صوتنا مش مهم؟ ليه بنسكت حتى لما نكون متأكدين إن إحساسنا صح؟ الحقيقة إننا اتعلمنا بدري إن السكوت احترام، وإن الاعتراض قلة تقدير، وإن الاختلاف خطر. فواحدة واحدة بدأنا نشك في نفسنا مش في اللي قدامنا، وده أخطر نوع تعب، إنك تكبر وإنت محتاج حد يطمنك إن الإحساس اللي إنت حاسس بيه حقيقي، إنه مش دلع ولا زيادة. كان في حد أعرفه، مش هقول اسمه، بس يمكن وإنتوا سامعين تحسوا إنكم تعرفوه. الشخص ده كبر في بيت كله حب، بس حب تقيل، حب دايما مشروط، دايما مرتبط بإنه يكون شاطر، هادي، مش بيعاند، مش بيزعل. كان دايما سامع جملة على شكل هزار أحيانا، وعلى شكل جد أحيانا تانية: احنا مستنين منك كتير. ومع الوقت الجملة دي ما بقتش تشجيع، بقت ضغط، بقى حاسس إن أي غلطة مش غلطة عادية، دي خيبة أمل. كبر وبقى ناجح من بره، بس متلخبط من جوه. كل ما يجي ياخد قرار يسأل نفسه هو ده اللي أنا عايزه ولا اللي هما مستنيين؟ ويمكن حد فيكم دلوقتي بيسأل طب هو ليه ما تكلمش؟ ما هو اتكلم، بس كل مرة كان يسمع احنا بنقول كده عشان مصلحتك. الجملة دي قفلت الحوار، مش لأن المصلحة وحشة، لكن لأن مفيش مساحة يتشرح فيها هو حاسس بإيه. واللي حصل بعد سنين إنه ما بعدش عن أهله، هو بعد عن نفسه، وده أصعب نوع بعد. بحكي الحكاية دي مش علشان أقول إن الأهل غلطانين، ولا علشان أطلع الشخص ده ضحية، بحكيها عشان أوضح إزاي الحب لما ما يلاقيش لغة صح بيتحول لحمل.
خلونا نرجع للحلول، مش كقوانين لكن كمحاولات بشرية، عشان نفهم أو عشان نهدى، عشان نتنفس. أول حاجة أول حاجة مهمة قوي إننا نفتح مساحة للكلام من غير ما يكون لازم نطلع منها بقرار. يمكن نقدر نقعد ونتكلم بس عشان نفهم، مش عشان نكسب. تاني حاجة إننا نبدل الجمل، بدل إحنا عايزين مصلحتك نقول قولي أنت شايف مصلحتك إيه. الفرق صغير في الكلام بس كبير في الإحساس. تالت حاجة إن الأهل يسمحوا لنفسهم يقولوا إحنا قلقانين مش إحنا عارفين. الاعتراف بالخوف بيقرب، الادعاء بالمعرفة بيبعد. رابع حاجة إن الأبناء يتعلموا يتكلموا عن إحساسهم من غير ما يحكموا. يعني أقول أنا كنت محتاجك تسمعني، مش أنت عمرك ما سمعتني. خامس حاجة ودي مهمة قوي، إننا نفهم إن الإصلاح مش مرة واحدة، مش قعدة واحدة ولا مكالمة واحدة، دي محاولات صغيرة ورا بعض. ويمكن حد بيسأل دلوقتي طب لو حاولت وما فهمتش، أقولك أنت عملت اللي عليك. المسؤولية مشتركة والراحة النفسية مش ذنب. العلاقة الصحية مش اللي ما فيهاش وجع، اللي بيعرف يتكلم عن الوجع من غير ما يكسر. وفي الآخر خليني أقول لكم حاجة وإحنا قاعدين مع بعض كده، الحب مش محتاج صوت عالي، هو محتاج ودن مفتوحة. ومش محتاج سيطرة، هو محتاج أمان. ولو انت سامعني وحسيت ان في حاجة اتحركت جواك، ده طبيعي. احنا لما بنفهم بنتوجع الأول وبعدين نهدى، وده معناه انك لسه بتتنفس. وكانت معاكم فاطمة عادل من لسه بتنفس.